اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا صباح الفل، يا صباح الياسمين، يا صباح الورد. صباحكم مليان خير ورضا وأمل وتفاؤل واطمئنان وراحة بال. يا سمسم، هتعملي لنا ايه النهارده؟ هنعمل مع بعض أكلة سهلة وبسيطة وسريعة ومش مكلفة خالص. هنعمل كشري. ايه ده، كشري؟ أيوة كشري. هو كل يوم لحمة وفراخ وسمك؟ لا، لازم نعمل أكلة خفيفة وبسيطة ونفصل شوية من اللحوم اللي صربت مولعة نار. يلا نعملها مع بعض. والزيت بيسخن، جبت طاسة ونزلت فيها بفلفل وثوم مفروم ومعلقتين زيت، شوحتهم شوية. بعد ما تشوحوا نزلت بالتوابل بتاعتي، فلفل اسود وكمون وكزبرة وبابريكا ومعلقة خل. لما شميت ريحة التوابل نزلت بطماطم مبشورة، قلبتهم تقلبتين وهضيف لهم شوية مية علشان يتسبكوا ونقلهم بقى على عين صغيرة. عمال البتنجان هنا الزيت بتاعي سخن ونزلت بنص البتنجان يتقلي. طبعا واحنا بنقلي البتنجان هنعمل بقية اكلنا. هنا بقى جبت حلة وحطيت فيها معلقتين زيت، ورق لوري وعود قرفة وفص حبهان. هديهم كده تشويحة لحد ما ريحتهم تطلع معايا وانزل بالرز. هنا البتنجان ابتدى ياخد لون معايا من ناحية، هقلبه من على الناحية التانية علشان كل ايه يبقى لون واحد. هقلب برضو التوابل بتاعتي تقليبة كده عشان انزل بالكشري بتاعي. ده هو انا رحت فين؟ كنت بجيب طبق واحط فيه منديل عشان اطلع البتنجان عليه عشان يتصفى. هنا نزلت بالرز وهديله تشويحتين كده في الزيت والتوابل علشان يبقى طعمه حلو وريحته حلوة، وكمان يبقى مفلفل معايا. التوابل اللي حطيتها بتدي طعم وريحة حلوة للرز. هنا بقى هقلبه تقليبتين. ايوه يا اختي، قلبي قلبي واسيبه يطشطش مع نفسه شوية. هطلع البتنجان اللي اتقلع علشان انزل بالباقي. بصفيه كويس من الزيت علشان ما يكونش تقيل علينا. شفته، بخليه يطشطش مع نفسه. انزل بقى ببقية البتنجان. سامعين صوت طشطشة الرز؟ انا سامعاها وريحته تحفة بالتوابل. هنزل بقى بالمية بتاعتي واظبط الملح واحطه بقى على العين الصغيرة لحد ما يستوي معايا. كده البتنجان خلص، هطلعه من الزيت يتصفى. حطيت بقى بيض يتسلق وحطيت معاه رشة ملح ومعلقة خل علشان الصفار بتاعه يبقى اصفر وشكله حلو. ودي التتبيلة بتاعتي بعد ما اتسبكت. هنزل بقى على البتنجان بعد ما اتصفى واقلبه تقلبتين. واظبط الملح بتاعي. رشيت عليه الملح وهديله برضو تقلبتين. وبعد كده هجيب شوية مية واحطهم عشان يطرى معايا. وهغطيهم. بس انا حسيت ان المية شوية فهنزل كمان بشوية مية. هسيبه بالظبط دقيقتين وهو متغطي، ياخد غلوة واحدة بس معايا. تعالوا بقى نعمل قرص شمسي بالرز. جبت طاسة وحطيت فيها معلقتين زبدة وشوية زيت. وهجيب الرز بتاعي اشيل منه التوابل اللي انا حطيتها في الاول، اللي بعد ما اخدت منها اللي انا عايزاه، اخدت منها الريحة والطعم اللي انا عايزاه. هنزل بقى في الزيت والسمنة والزبدة بعد ما سخن. ايوه، انزلي بالحلة. انت لسه هتنزلي بالمعلقة واحدة واحدة؟ لا، انزلي بالحلة على طول. هضغط عليه كده بالراحة لحد ما يبقى قرص معايا علشان يعمل القرص متمسك من تحت وهو بيتحمر. ههز الطاسة كده علشان ما يلزقش فيها. كده بقى ابتدى يتحرك معايا في الطاسة واخد لون معايا كده. الفيديو بتاعنا خلص. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لايك وشير وسبسكرايب للمطبخ سمسم. وهنا بعد ما قلبته كده الاكل بتاعنا خلص. اشوفكم في فيديو جديد. باي.